المغرب الفاسي والرجاء قمة هذه الجولة. الرجاء من عقر دار المغرب الفاسي ينتزع الصدارة ويتشبث بها ب 39 نقطة ليعيد الماس إلى المركز الثاني كوصيفا للترتيب العام في انتظار إجراء مباريات الجولة العشرين من هذه المنافسة. مباراة كبيرة قدم فريق الرجاء الرياضي منتزعا بذلك صدارة الدوري الاحترافي لكرة القدم، في حين المغرب الفاسي يتلقى الهزيمة الأولى له بعد مرور 19 دورة. المغرب الفاسي بدون هزيمة ليتجرعها بالميدان أمام الرجاء. المغرب الفاسي بتعادل وهزيمة. يبدو أن المغرب الفاسي يتراجع في دورتين متتاليتين. خليل بوتراح. اكيد متفق معك، ولكن نقدروا نقولوا بان انا ما نحسبهاش انسيدون باركور، ولكن راه اون ايكيب اللي تقريبا غاديه في ان سيكل ديناميك العام كامل، عندهم لو ميور بوتور. كنظن بان كتجيني انا عاديه غير دابا غادي نشوفوا لا رياكسيون ديالهم بعد هذه الهزيمه هذه. غادي نشوفوا لا رياكسيون، واش كاينه اون ايكيب اللي عندها اون فورس دو كاركتير، واش يقدروا ينوضوا كما وقعت الفتح خسروا بربعه والسيمانه اللي موراها ربحوا. دونك غادي نشوفوا دابا لا رياكسيون ديال الماس، باسكو ما استافدوش بلو كونتكست انتيريور سوتيان كونديسيونيل ديال الجمهور. هذه مهمه، مي كتبقى الماس دارت ان سيكل كما كنقولوا غاديين في ان سيكل ديناميك. ولكن اللي نقدروا نقولوا هو ان مي بن جديده ما كيقلعش، مي ما كيماركيش كنلقاو الماس اون ديفيكولتي. دونك في هاد لي دو ماتش بن جديده ما ماركاش، دونك مي ما كيماركيش كتبان لك الماس ا اون اوتر ايشيل. دونك هذا هو لو بروبليم. دونك نتمناو نشوفوا لا رياكسيون ديال الماس في هاد المقابلات اللي جايين. قراءة اكيد جيده في غياب الهداف بن جديده في مباراه ديربي سيس مع النادي المكناسي الوداد. أو المغرب الفاسي يتعادل سلبا بدون تسجيل اي هدف في غياب طبيعه الحال الهداف سفيان بن جديده.